ليه شغلي بقى هو مصدر التوتر بالنسبة لي؟ القلق الوظيفي ده يا جماعة بيعدي علينا كلنا في فترات مختلفة من حياتنا، وللأسف بتحول العمل لمصدر توتر مش لمصدر متعة. وده أمر شائع جدا على فكرة وهو غالبا بيحصل نتيجة لتراكمات وعوامل نفسية وبيئية كتير. ومن أبرز الأسباب ديت ضغط الشغل المبالغ فيه، مهام كتير، وقت ضيق، ضغوطات، تراكم مسؤوليات عليك ومش قادر تخلصها. البيئة النفسية والاجتماعية، بيبقى فيه غياب للتقدير من مديرك، التعامل مع مدير وزملاء سلبيين، الخوف من الفشل وانك متطلعش شغلك مظبوط. النقطة التانية، اختلال التوازن بين الشغل وحياتك الشخصية. دايما بتفكر في الشغل بشكل مستمر، بتتأخر في الشغل الوقت متأخر، ما بتديش نفسك وقت مع عيلتك ولحياتك الشخصية. في سبب تاني بيكون أسباب شخصية، زي غياب الشغف أو الهدف أصلا في الحياة، ضعف تنظيم الوقت بالنسبة لك، العشوائية في ترتيب المهام اليومية بتاعتك. طيب، خليني أديك شوية نصايح ومفاتيح ممكن تقلل التوتر ده. 1. تحديد الأولويات. ما تحاولش تعمل أكتر من حاجة في نفس الوقت، حط ليست 1 2 3 على حسب الأهمية. 2. حط حدود واضحة وافصل بين وقت الشغل ووقت الراحة. 3. وقف التفكير السلبي، ركز بس على الإنجازات مش على اللي ناقص واللي انت لسه معملتوش. 4. غير نظرتك عن شغلك، حاول تركز على الإيجابيات أكتر من السلبيات. الشغل بيفيدك في إيه أكتر ما هو بيضرك في إيه. 5. اعتني بنفسك، العب رياضة، طلع طاقة. كل لما تكون مضغوط اعمل حاجة تفرغ بيها الضغط ده، ما تفضلش مضغوط فترة طويلة علشان ما تطلعوش في الشغل. الموضوع بالمحاولة بينجح جدا جدا، ونسبة النجاح فيه 90%. فأتمنى أنكم تحاولوا وتقولوا لي النتائج.